متابعيني الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. اتمنى لما يوصل لكم الفيديو ده تكونوا في اسعد الاحوال. انا النهارده حبيت اعمل كشري الحله الواحده، نعمله مع بعض. طريقه سهله وجميله، مبتاخدش معانا اطباق وحلل كتير، مختصره يعني. هي عباره عن كوبايه شعريه، 2 كوبايه رز مغسولين، كوباية عدس اسود، كلهم على بعض كده في شوية سمنة وزيت مع بعض على النار يتقلبوا. وبعد كده معانا كوباية ونص مكرونة، ومعانا يعني تقريبا ربع كيلو سباكيتي، كلهم على بعض بالشكل ده. والعدس العدس اللي هو الاسود انا كنت نقعته في المية لمدة 10 دقايق، مية سخنة. قلبتهم كويس، تبلتهم ملح وفلفل كمون، وسبتهم على النار، وخدوا معايا كوبايه ميه فقط عشان بس ما يبقاش معجن. وكان معايا نص كيلو بصل زي كده مبشور على النار في شويه زيت، وبقوا بالشكل ده. وكمان نص كيلو طماطم مع حبتين فلفل اخضر، مع جزره، مع معلقتين 3 صلصه، كلهم في الخلاط. وبعد كده سبكتهم مع تقريبا معلقه توم، اخدوا تسبيكه. طبعا تبلتهم ملح وفلفل، نص معلقه سكر بالشكل الجميل ده. وكان معايا الكشري الجميل ده في النهايه مفرفش كده وجميل، والصلصه متسبكه وطعمها هايل. وكان معايا البصل كده مقرمش وحلو. وكان لازم اكمل الوجبه. وبعد كده اخدت 2 بيضه، سلقتهم، بعد كده حمرتهم في السمنه اللي هو البيض المدحرج، بحيث يبقى ايه الشخص مننا اخد طبق كشري مع بيضة كده، وجبة كاملة متكاملة. الكشري طعم وجميل، وطبعا ياريت تجربوه بالهنا والشفا اللي جرب.